السلام عليكم، اهلا بكم في مطبخ لولو. النهارده يا جماعه هنعمل بطه محشيه بالمرته. هي المرته دي عباره عن بصل، حشوه بصل كتير، اكله مشهوره جدا وطعمها لذيذ جدا، ومكوناتها بسيطه جدا ان شاء الله هتعجبكم. اول حاجه معانا بطه بالحجم اللي تحبوه او اي نوع عندكم تفضلوه. اهم حاجه يكون منقوع كويس بالميه والملح والخل والليمون علشان الزفاره بتاعته. وعشان المرته لازم يكون معانا بصل كتير على حسب حجم البطه، لو كانت كبيره كتروا البصل، لو كانت صغيره نفس الحكايه برضو، بس يكون اهم حاجه متقطع مكعبات، ما يكونش مبشور، علشان المبشور بيكون بيعجن كده ومبقاش كويس وحلو في الطعم. وبالنسبه للكبد والقوانص، انا جبت حله غليت فيها شويه ميه بالخل وحطيت فيها الكبد والقوانص بس عشان الزفاره، وبعد كده رميت الميه. وبالنسبه للبهارات احنا معانا ملح وفلفل اسمر وكمون وقرفه خشب، او عندكم قرفه مطحونه تمشي برضو عادي. وعندنا شويه زبيب ومعلقه سمنه بلدي او اي سمنه عندكم. ومعانا خله او عندكم ابره وخيط. وبعد كده هنشوح الحشوه بتاعتنا على النار. انا بحب اشوحها الاول، في ناس بتعملها على بعضها وتحطها عليها، فانا بحب الاول ان انا احط البصل اشوحه الاول، بدي طعم يبقى يعني يستوي معايا. نحط معلقه السمنه الاول، وبعدين احط شويه الزبيب. الزبيب دي يا جماعه حسب رغبتكم، عايزين تزودوا عايزين تقللوا عادي، حاجه براحتكم. هنشوحه كده بمعلقه السمنه. عندنا هنحط الكبد والقوانص. بعدين هنحط البصل. والله ريحتها جميله جدا، يا ريت تكونوا شامين معانا الريحه ان شاء الله. انتوا عارفين بقى ان البط ملك العزومات على السفره في رمضان، وكل سنه وانتم طيبين. كده قلبنا كله على بعض اهوت. هنحط الملح والفلفل الاسمر والكمون والقرفه، ونقلبهم لغايه ما يتبلوا معانا شويه. والله ريحتها جميله مفحفحه الشقه كلها. شكلها اصلا يتاكل ني من غير ما تتحط في قلب البط، ما شاء الله. وكده المرته والحشوه بتاعتنا كده خلصت، اتدبلت معانا كويس كده. يلا بينا نروح نحشي البطه بيها. وبكده هنحشي البطه بالحشوه دي الجميله بتاعتنا دي. والله لو شمين ريحتها جميله قوي ما شاء الله. وبكده خلصنا معانا حشو البطه. شوفوا كده معايا، شوف شكل البطه من جوه بالمرته اللي فيها تحفه، والله جميله جدا ما شاء الله. يلا بينا بقى نقفلها. ممكن نقفلها بالخيط، بالابره والخيط، او اللي عنده خله يعمل بها عادي زي ما احنا هنعمل كده. عشان بس الحشوه ما تنزلش في الميه، والميه تقوم داخله في قلب البطه من جوه تشيل البهارات بتاعتنا، مش هتبقى لها طعم. زي ما انتوا شايفين كده اهي. نعمل برضو عند الرقبه. وبكده خلصنا تقفيل البطه. شفتوا برضو احنا جينا عند الرقبه هنا كانت مفتوحه برضو، وعملناها بالخله
او لو بالابره والخيط زي ما انتوا عايزين. ودي شكلها. وبعد كده هناخدها نوديها على حله فيها شويه ميه مغليه. وفي ناس بتجيب معلقتين سمنه وتحمرها الاول قبل ما تحطها وتحط عليها ميه مغليه. لا، انا هحط الميه المغليه عليها الورق اللورو والحبهان والجزر والبصله واسقطها في الميه المغليه بتاعتها. هنحط الجزر والبصل والفلفل الاسمر والورق اللورو والحبهان، هنسقطهم في الميه. وبعدين هننزل بالبطه. يا جماعه مش هنحط الملح الا قبل ما تستوي بحاجات بسيطه. نقفل عليها لغايه ما تستوي معانا. وبكده هتقعد معانا على النار من ساعه ونص لساعتين على نار متوسطه او هاديه على حسب حجم البطه. ودلوقتي هنغطيها لغايه ما تستوي. وبكده بعد ما استوى 3/4 سوا هنضيف الملح. مرضناش نضيفه في اول حاجه علشان الملح في الاول بيعجز السواه. ودلوقتي بعد ما البطه استوت معانا هنحمر وشها في الفرن. وبكده في طريقتين للتحمير. اول واحده اللي ممكن نحط عليها كاتشب او صلصه، والطريقه التانية اللي انا بحبها هنجيب معلقه سمنه عليها معلقه صغيره من العسل وندهنها بيها وبعدين ندخلها الفرن معانا. ما شاء الله الخلطه طالعه ريحتها تحفه في قلب البطه، جميله قوي ما شاء الله. يا ريت تجربوها. طبعا البط على طول في سفرة رمضان منور كده، يا سلام جنب طبق محشي جميل جدا. ونقلبها برضو وندهنها من تحت من كل جهة. وبكده دهناها من كل جهة هندخلها بقى في الفرن تحت الشواية. وبكده خلصنا ملك العزومات معانا البطة المحشية بالمرتة. وكل سنة وانتم طيبين. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش الاشتراك وفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.